السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض كنافة في الطواجن، وبجد هتاكلوا صوابعكم وراها. احنا كلنا حبيناها وانتوا كمان ان شاء الله هتحبوها، وبجد سهلة وبسيطة. يلا مع بعض نشوف المقادير ونشوف عملنا ايه. وطبعا اول حاجة هنعملها هو شربات الكنافة، عبارة عن كوباية ونص من المية وكوبايتين من السكر. وهبدأ بقى ارفعه على النار، واول ما يبدأ يغلي معانا هضيف عليه نص عصرة الليمونة، وهنسيبه يغلي من 3 ل4 دقايق، وبعد كده نقفل عليه النار. هنا بقى كان معايا نص كيلو من الكنافة مفرزاها في الفريزر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ بقى طبعا افركها معاكم زي ما انتوا شايفين كده. تفركها طبعا فرك ناعم قوي، وبعد كده هضيف عليها معلقة كبيرة من سكر البودرة وكوباية من السمنة السايحة، وابدأ بقى طبعا اخلط كل المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده لغاية لما الكنافة كلها تتشرب من السكر والسمنة. كده خلاص جهزت معانا بالشكل ده. كده هبدأ بقى اجيب الطواجن اللي انا هعمل فيها، وهبدأ احط الطبقة الاولى الجبنة موتزاريلا. وطبعا خدي بالك الجبنه الموتزاريلا يكون طعمها حلو، مش اي جبنه كده تستخدميها، يعني في جبنه بيكون ملحها كتير، طبعا ده هيبان معاكي وانت بتاكلي كنافه، وطبعا هتخلي الكنافه معاكي طعمها ما يكونش حلو. هنا بقى بدات طبعا اسوي الجبنه بالشكل اللي انتوا شايفين ده. اي حاجه عندك ابداي تضغط عليها بالراحه وهتسويها بالراحه. وهنحط الطبقه التانية من القشطه، يكون قشطه برضو انت مجرباها ويكون طعمها حلو بالشكل ده كده. وبعد كده احط الطبقه التالتة كنافه. وطبعا بتحطي كمية الكنافة اللي انت عايزاها، تبداي طبعا تفرديها كويس وتسويها كويس قبل ما تدخليها الفرن. كده خلاص جيت معايا، هبدأ بقى ادخلها الفرن. افتح عليها الشواية بس من فوق، مش هفتح الفرن من تحت. وبعد ما خدت لون بالشكل القمر ده هبدأ بقى اسقيها بالشربات البارد اللي احنا عاملينه. وطبعا كمية الشربات زي ما انت حابة، لو انت عايزاها مسكرة بتكتري كمية الشربات اللي انت هتحطيها عليها. وهتبداي بقى طبعا تزينيها بأي نوع مكسرات عندك. انا هنا حطيت شوية من الفستق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وكده خلاص جهزت معانا وبقت معانا بالشكل الجميل ده. والله يا جماعة طعمها حلو قوي وخفيفة كده وبسيطة، وبجد طعمها في منتهى الجمال. ويا ريت تجربوها، واستنى رأيكم في الكومنتات. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بجد يا رب يعجبكم. وما تنسيش تعمليه لايك وشير ومتابعة للقناة عشان يوصل لكل فيديوهاتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.